انت فاكر ان شبكة شركتك محصنة لان فيها فاير وول. الحقيقة ان الفاير وول هو مجرد عسكري واقف على الباب، لكن اللعبة الحقيقية تحصل في الكواليس. النهاردة مش بس هنحل لاب، النهاردة هعلمك ازاي تكون العين اللي بتشوف التحركات الجانبية للهاكرز، وازاي تفك شفرة اللوجز اللي بيكذب فيها المخترق. جهز القهوة بتاعتك ويلا نتعلم صح. قبل ما نفتح الفي ام وير لازم نفهم ان الشبكة مش مجرد اجهزة متصلة، هي عبارة عن تراست زون. الاتاكر هدفه انه ينتقل من الانترنت للسيرفرات الداخلية، واحنا في اللاب ده بنتعامل مع مفهوم defense in depth. يعني لو المهاجم اخترق الفاير وول هيلاقي الاي دي اس، ولو عدى منه هيلاقي اللوجز بتكشفه. الفيديو ده هو رحلتك عشان تكون العين اللي بتراقب المناطق دي كويس. طب ايه بقى اللي الاتاكر بيدور عليه؟ اول حاجة الاند بوينتس. الاند بوينتس دي اللي هي اجهزة الموظفين. ليه بقى الموظف هو اخطر ثغرة؟ لان جهازه فيه صلاحيات دخول للشبكة. الاتاكر بيبعت بيلود في الايميل، وبمجرد ما الموظف يضغط عليه الاتاكر بقى جوه الشبكه. تاني حاجه السيرفرز، دي ممكن تكون دومين كنترولر، ومن هنا ممكن الاتاكر يوصل لملف الباسوردات، وساعتها يبقى خلاص كده اخترق الشبكه بالكامل. تالت حاجه والنتورك ديفايسز. الراوتر والسويتش مش بس لنقل البيانات، ده ممكن يتعمل لهم راوت بويزنينج عشان الاتاكر يسحب الداتا ناحيته. دلوقتي هننزل لارض المعركه الحقيقيه. ليه الشركات الكبيره مش بتحط السيرفرات بتاعتها مباشره على الانترنت؟ وليه برضه مش بيحطها جوه الشبكة الداخلية مع أجهزة الموظفين؟ الإجابة في كلمة واحدة وهي DMZ، أو المنطقة منزوعة السلاح. تخيل ال DMZ دي كأنها غرفة الزيارات في سجن شديد الحراسة، تسمح للناس اللي بره، اللي هم الإنترنت يعني، إنهم يقابلوا السيرفرات اللي محتاجينها زي الويب سيرفر، بس في مكان معزول تماما. لو اليوزر ده طلع مخرب أو أتاكر بمعنى أصح، وقدر يسيطر على السيرفر، هيفضل محبوس جوه الغرفة دي. الفاير وول هنا هو السجان اللي واقف على الباب، بيمنع أي حد في الغرفة دي إنه يفتح الباب ويدخل جوه السجن اللي هو الشبكة الداخلية يعني. الفاير وول بوليسز. الفاير وول مش شغال بالبركة، هو شغال بمبدأ implicit ديني، يعني كل حاجة ممنوعة إلا اللي أنا أسمح بيه بس بالاسم. وهنا لازم نفرق بين نوعين من الترافيك: inbound traffic و outbound traffic. الانباوند ترافيك ده اللي جاي من الانترنت للدي ام زد. هنا بنفتح بورتات محدده جدا زي بورت 80 و443. اي محاوله دخول على بورت تاني زي مثلا بورت 22 اس اس اتش ده، الفاير وول بيعمل لها دروب فورا وبيسجلها في اللوجز كنشاط مشبوه. انما الاوت باوند ترافيك ده بقى الاخطر. لما تلاقي الويب سيرفر بتاعك بدأ فجأة يبعت بيانات لاي بي خارجي، ده معناه ان السيرفر بتاعك اتعمل له داتا اكسفلتريشن، اتسرب له بيانات. والفاير وول الشاطر هو اللي بيراقب السيرفرات دي بتكلم مين بره. وللمعلومه ان الفاير وول الحديث مش بس بيشوف الاي بي، ده بيشوف الستيت بتاع الاتصال. يعني لو جاله رد من بره لطلب ما طلعش اصلا من جوه الشبكه، الفاير وول بيفهم ان ده سبوفينج وبيعمل له بلوك. ودي ميزه الستيتفول انسبكشن اللي بتخلي الشبكه محميه من هجمات تزييف الهويه. التاكر دايما بيفكر في اللاترال موفمنت، التحرك الجانبي، زي ما شرحنا في اللاب اللي فات. يعني لو اخترق الويب سيرفر في الدي ام زد، هيحاول يدور على ثغرة في الفاير وول توصله للداتابيس سيرفر. وظيفتك انت كسكيورتي اناليسيس انك تراقب internal firewall logs. لو لقيت محاولات اتصال من الدي ام زد او الانترنال زون على بورتات غير مسموحة، اعرف ان في هاكر دلوقتي حالا بيحاول يكسر الباب التاني. اللوجز بقى مش مجرد ملفات نصية مملة، دي آلة زمن. وظيفتك كسوك اناليست انك ترجع بالزمن للحظة وقوع الاتاك وتشوف الاتاكر كان بيفكر في ايه. لازم تعرف ان كل لوج له بصمة الوراثية مكونة من 3 حاجات: تايم ستامب وسورس والديستنيشن والاكشن. لما بنبص على هوست لوجز، احنا هنا بنراقب النوايا. يعني لو الاتاكر قدر يوصل لجهاز موظف، اول حاجة هيعملها privilege escalation، يعني يرفع صلاحيات. لو لقيت يوزر عادي فجأة بقى عنده الصلاحيات دي في وقت غريب، اعرف ان في اكسبلويت حصل على الجهاز ده. هنا اللوج مش بس بيقولك ان في دخول، ده بيقولك ان في كارثة بتحصل جوه نظام التشغيل. اما بقى النتورك سنتريك لوجز، تخيل لو لقيت جهاز بيكلم اي بي خارجي كل 30 ثانية بالظبط، ويبعت حجم بيانات صغير جدا بالبايتس، ده معناه ان الجهاز مصاب بمالوير وبيكلم سيرفر المخترق.
عشان ياخد الأوامر. النتورك لوج هنا هو اللي بيكشف النفق اللي الأتاكر حفره عشان يقدر يسيطر على الشبكة من بعيد. تعالوا نبص على السيناريو ده كده مثلا. الفاير وول لوج بيقولك إن في اي بي غريب دخل على بورت 80. تقوم رايح للهوست لوج تلاقيه إن في بروسيس جديدة اشتغلت بصلاحيات السيستم. كده انت اكتشفت RCE كاملة من غير ربط السجلات ببعض. أهمية ال SIEM نظرة المستقبل. وعشان اللوجز دي بتبقى بملايين السطور، الشركات بتستخدم نظام اسمه SIEM. النظام ده هو اللي بيجمع كل الهيصة دي في شاشة واحدة، وبيعمل الكورليشن ده اوتوماتيك. وده اللي بيخلي السوك اناليسيست يقدر يكشف الاتاك في ثواني بدل ايام. دلوقتي بقى جه وقت التنفيذ. احنا مش بس هنحل اسئلة عشان ناخد كوريكت، احنا بنحلل سيناريوهات حقيقية. هو كان أول سؤال بيسأل أصلا عن البورت اللي هنعمل عليه سكاننج، فخلاص احنا كتبنا البورت اللي هو 203.0.113.10. تاني سؤال هو عايزه كشف الويب اتاكس. اللاب مديك مجموعة ملفات في مسار اسمه بارامتر لوجز. نخش دلوقتي لسجلات الويب اتاكس. عينك لازم تدور على نشاط غير طبيعي وسط آلاف السطور دي. هنا الاتاك تحس معقد شوية. تلاحظ وجود محاولات SQL injection. المهاجم مش بس بيبعت بيانات عادية، ده بيبعت أوامر برمجية جوه خانات الإدخال. الويب اتاكس هنا مش بس بيقفل بورت، ده بيقرا محتوى ال HTTP request وبيعمل لها pattern matching. ومجرد ما لقى علامات ال SQL injection عمل دروب للاتصال فورا. نخش على السؤال التالت واللي هو ال VPN brute force. ده الجزء اللي بيحتاج تركيز. في سجل ال VPN الاتاكر كان بيحاول يدخل الشبكة كأنه موظف. وشايفين تكرار كلمة فيلد اوث. المهاجم هنا بيستخدم بروت فورس اتاك. هو مش بيخمن يدوي، هو بيستخدم أداة بتبعت مئات الباسوردات في الثانية. ركز في التايم ستامبس، هتلاقي الفرق بين كل محاولة والتانية أجزاء من الثانية. ده دليل قاطع إن في بوت أو سكريبت هو اللي شغال مش إنسان طبيعي. طيب هو في السؤال بقى محتاج نعرف هو فشل كم مرة في البروت فورس ده، أو عمل بروت فورس كم مرة. دي هنعملها إزاي؟ أكيد مش من مئات السطور دي هعد واحد اتنين تلاتة. في أداة في لينكس اسمها جريب، وهنستخدم بعدها wc/l عشان يعدل لنا الأرقام ورا بعض ويكتبها لنا على طول. هنكتب الأمر اللي أنا كاتبه على النوت باد ده بالظبط، وهيطلع لنا الرقم. أنا الرقم بس ما كنتش شايفه كويس، بس يعني الحمد لله عرفت إن هو 90 وكتبته، والحمد لله جاب كوريكت. آخر سؤال بقى هو عايز يعرف في المحاولات الفاشلة من البروت فورس دي في أكيد أي بي متكرر. فلما دورنا عليه في الملفات دي كده، حللنا سريعا كده الاي بيز، لقينا اي بي متكرر على طول جنب فيلد اوث. فبنسبة كبيرة هو الاي بي ده. لما جينا كتبناه طلع كوريكت الحمد لله. احنا كده فككنا شفرة اللوجز، وعرفنا الهاكر كان بيفكر في ايه وهو بيخبط على ابواب ال VPN والويب اتاكس. بس السؤال المرعب هنا، لو الهاكر ده كان اذكى من كده وقدر يعدي من كل الحواجز دي، ساعتها احنا ممكن نعمل ايه؟ في الجزء التاني من الفيديو مش هيكون مجرد شرح، هيكون فول سيميليشن، وهنشوف بعينينا الاتاك وهو بيحصل لايف، وهنتابع عملية الانسيدنت ريسبونس من الف للياء كأننا في غرفة سوق حقيقية. لو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، لأن الجزء اللي جاي هو اللي هيخليك بروفيسور في تحليل الشبكات. أشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا بينا نتعلم صح.